السلام عليكم ورحمة الله. ما تستغربوش يعني من الصوت اللي بره، عادي يعني، عادي، دي ليليان. عندي قناة الأطفال، ما أنا قاعدة في حضانة. المهم، دي الفراخ ماشي اللي تبلناها مع بعض المرة اللي فاتت. آه، كانت التتبيلة بصلاية، طماطمية أو طماطمتين زي ما تحب على حسب عدد الفراخ. بتحطي زيت، بتحطي خل، نقطة خل، بتحطي ليمون، بتحطي التوابل بتاعتك، ملح وفلفل، بهارات فراخ، توم باودر، بصل باودر اللي انت بتحبيه. بتتبلي بيه الفراخ، بتفتحيها زي ما كنت وريتك المره اللي فاتت، الفيديو هنزلهولك تاني وتشوفيه. بتفتحي، بتوسعي الفراخ وتفتحيها بحيث ان هي تتشرب كلها من بعضها. ركنتها انا عندي، فرستها في الفريزر يعني، حسب ما تيجي تستعمليها يعني براحتك. عايزه تستعمليها في نفس اليوم بتسيبيها ساعتين وبعدين تشتغلي فيها. انا طبعا عشان كنت مش محتاجاها فشلتها في الفريزر، وطبعا طلعتها النهارده عشان محتاجاها، عشان اطلعها هناكلها يعني، هناكل بقى. فانتي بتطلعيها وتسيبيها تشتغلي فيها في نفس اليوم زي ما قلت لك، بعدها بساعتين تشتغلي فيها. مش هتشتغلي فيها بتفرزيها وتطلعيها وقت ما تحبيها. انا طلعتها اهو، حطيتها على البوتاجاز، هتاخد بس غلوتين لحد ما تخش في نص سوا، وبعد النص سوا هدخلها في الفرن. وعايز تعملي لها فحمه بقى بتعملي لها، هوريكي ازاي تعملي لها فحمه في الاخر ان شاء الله. نبدا معانا هنا، هنعمل جنبها رز. رز البسمتي اللي بيتعمل اللي هو بالكركم والبصل وكده. انا هعمل رز بلد، ما بحبش البسمتي، على حسب والله كل واحد ما بيحب يعني. فانا بقول يا رب اللي لما تيجي دلوقتي وتدخل عليا المطبخ هتوقع لي الدنيا وكده يعني. قول يا رب ما تخش. انا دلوقتي ليان دي بنتي يا جماعه، مش بنتي. هجيب غطا عشان اغطي بيه. هغطي هنا بس انتبهها عشان ممكن لو اتحرق ما تتحرقش يعني. تنزل ميه بقى ماشي مفيش مشكله، سيبيها شويه ووطي النار عليها. لو منزلتش ميه ممكن تحطي لها شويه ميه صغيرين بس عشان خاطر السوا مش اكتر. هنا انا فتحت النار هنا، معايا بصل اهو. لازم اخليكم تعيطوا معايا، اشمعنى انا يعني. فالبصل الجديد ده مش حلو، مش عارفه ليه يعني. انا قلت اجربه بس اخضر كده لسه مش عارفه، هستعمل زي البصل الاخضر اللي احنا بناكله جنب الفسيخ، بس هشتغل بيه. هو يقول لا؟ وفري وفري يا جماعه، دي ست شاطره توفر. لو عندك كبه ريحي دماغك، ما تعمليش زي ليليان جت هتوقع لي الكاميرا، فانا هفصل معلش وهرجع تاني. فتحت تاني اهو. ليليان مشيت هتوقع لي الستاند عشان كده قفلت. الزيت يا جماعه عشان ايه؟ حبه حلوين كده عشان خاطر الرز. ما هو انا بحتار في الغدا يعني، عيالي بيتنافسوا ومحدش فيهم بيقعدوا يختلفوا على الطبيخ، فانا مبقاش عارفه اعمل ايه. كلهم بيتفقوا على الاكله دي عشان محدش يقول انت بتعمليها كتير، لا هم كلهم بيتفقوا على الاكله دي. اعلي النار شويه اهي، نزلت ميه ان شاء الله. تاخد وقت اصلا عشان محطوطه في التتبيله بقالها كام يوم، مش تاخد سوا.
ليليان هو انا لما طفيت انتي مشيتي بس، لما فتحت جيتي تاني، انتي مستقصداني. تعالي حسبي حسبي حسبي. تعالي عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ عايزه ابوه؟ عايزه ابوه؟ طب استني، خدي تعالي. خدي ابوه اهو، انا اهو. رايحه فين؟ تفتح حواليا ليه؟ تعالي. كفايه ابوه بقى. ما فتحتيش ليه البتاع؟ كفايه ابوه. الضوء. انت هتشككني في نفسي على فكره. الضوء. انا فاتحاه. الضوء. ما اعرفش، مش مهم. وفي نور كفايه يعني، انا ما اظن نور كويس. عايز تفتح افتح وريني كده. احنا مش حاسه ان هو عاملين، انا مش حاجه. ما اعرفش بيفرق معاكم انتوا في التصوير؟ فرق معاكم يا جماعه؟ فرق كده يعني. بصي ليليان ورا، بصي ليليان، بصي ليليان مش قاعده على بعضها، هتوقع لي ستاند وهتوقع لي السلك. ادعوا لي ربنا يهديها قبل ما اخلص بس. يا لولو، يا لولو مش وقت تفتحي الادراج. هو ده الابيض حاجه ده احمر. شغل الابيض كده. تمام كده. انا برتاح في النور ده، انا برتاح فيه. هسيب واحدة. ظبطوا الملح يا جماعه. والنور قطع. فضيت. بس انا عايزه احط بس معلقه من دي كده دلوقتي، بحب اشم ريحتها مع ده كركم. ها، ده كركم. مرقه طعم رز على فكره، بتخلي طعمه حلو. اللي مش بيحبها يستغنى عنها. الناس على ما يعشقونا يا جماعه، كل واحد اللي يحبه. واو. زودي بقى، زودي زودي زي ما تحبي كده. كتري كتري. على فكره احنا في الصيف برضك من الحر مش بنحب الطبيخ كتير برضو، ومعظم الناس كده ما بيحبوش يعملوا طبيخ كتير في الحر وكده، بيحبوا النواشف، مكرونه بشاميل، فراخ جنبها بصل، كده يعني. قصدي فراخ جنبها رز الرز اللي هو بالكركم ده، زي رز. لخبطتوني يا جماعه. ليليان لخبطتني. ليليان مش مخليني اركز. انتي مش مخليني اركز. انتي مش مخليني تيتا تركز. ايوه يا تيتا، انتي مش مخليني اركز خالص. دي. ايوه دي. يا تيتا يا تيتا ايه بس. وبعدين يعني
وبعدين ايه ان ايه انا هفضي كيس صلصه، اللي عنده صلصه في البيت ماشي. ايه يا لولو، استني يا لولو، اوعي بس عشان اليح يا ماما. لا اوعي من تحت ايدي، مليان كخ، مليان كخ يا لولو، قطعتيلي الدنيا. اسكتي. لولو دي معلقتين صلصه من عندي انا، طماطم بتدي طعم على فكره الرز كله اللي انتوا بتحطوه ده. تسبك شويه عشان تدي لون للرز. لو لقيتي نفسك الرز مثلا بدك، لو انتي مستغنيه عن الطماطم مفيش مشكله يا جماعه، في بيتعمل الرز البسمتي بالكركم وبس واللومي وبس، وفي بيعملوه بالبصل عادي وعليه كركم وبس. يعني في التركات دي يعني على حسب اذواق الناس. انا جربت ده وجربت ده، الصراحه طعم ده احسن، ما عجبنيش الرز بكركم فقط لوحده. ما انا مش هشيلك، مش فاضيه يعني. امشي بقى، يلا امشي. احمد ده مش غطاها صح؟ ده مش غطاها. غطاها. لا مش غطاها برضه، صغير. اوعي يا لولو، اوعي اوعي. نحط النار شويه عشان هغسل الرز واجي احطه عشان الطماطم خلاص الطماطم خلاص بتتسبك. حط الرز. اوعي يا لولو.
خدوا بالكم من الملح عشان خاطر المرقه. ماشي، لا عايزه ملح، اديها ملح بقى. انا ليليان لخمتني مسيتني انا عايزه اعمل ايه اصلا، او مش عارفه. عيل الصغير ده بيبقى مع المطبخ مشكله. انا حاسه ان دي لزقت، هنقلها في صينيه تانية عشان ما تاخدش. ثواني كده، بسم الله. تمام. حلو اللون الميكس ده، عامل زي الزعفران. بصوا الفراخ كده انا حطيت لها شويه صلصه صغيرين، بحيث ان هي لما تدخل الفرن تتحمر من فوق من على الوش. لقيتها ما اتحمرتش، باخد من الميه دي او باخد من الصوص بتاعها ده. انتوا شايفين بنزل كله. بص سمنه كده ودسم، فباخد كده واحط يعني، بدل ما استبدل من بره واجيب زيت مثلا. هي الدسم اللي هي منزلاه انا باخده كده واعمل لها كده وهدخلها الفرن. ماشي تمام كده. هدخلها كده الفرن، هطفي عليها. هي استوت اصلا، انا قلت لكم هي مش مستحمله. انتوا شايفين؟ بصوا مش مستحمله خالص. كل ما تقعديها في التتبيله ما بتاخدش وقت في السوا. هطفي عليها بس على بال ما اظبط الرز هنا عشان يتشرب، عشان الحله دي لما بتسخن قوي الحراره بتاعتها بتبقى عاليه، فممكن تشيط الرز من تحت. وانا حاسه يعني ايه الدنيا يستر يعني، في لزق من تحت. انا بس لما طلعت ليليان وجيت يعني فصلت وطلعت ليليان برضه. ماما تعيط بره وهي سامعين صوتها. انا هحاول بقى تغلي. مبو تاني، تعالي خدي مبو. انتوا بتلحنيها يا لولو، بتلحني يا لولو. امسكي. تعبتيني يا لولو، تعبتيني يا لولو، تعبتي تيتا. والله تعبتي تيتا. حرام 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 يا تيتا، حرام. ايه تعملي ايه يا لولو؟
مش انتي يا روشي. يا روشي خضتيني يا روشي، خضتيني خضتيني يا روشي، حرام عليكي. حاضر هحط الاكل واكلك. انت لسه فطرانه يا روشي؟ انت مش لسه فطرانه؟ انت مش لسه فطرانه يا روشي؟ يا روشي يا روشي يا روشي. هغسل ايدي يا روشي منك بقى، بعيدي عني بقى. اخ يا ماما، يا اخي يا ماما، خدي خدي. بصوا انا هكتفي كده بيها كده من غير فحمه ومن غير حاجه، بس بصوا المنظر بتاعها بعد ما اتحمرت. انا كنت باخد اصلا من الزيت دوت اللي نازل منها او الصوص بتاعها ده، بحط هنا كده عشان يحمر. ماشي. فانا اللي عايز يعمل فحمه بيولع فحمه على البوتاجاز، بيحط قشره بصله او ورق ليمون يحطها هنا، وبعد ما يولعها وبعدين يقفل عليها. بس انا هكتفي بيها على كده. تمام. والرز هوريهولكوا دلوقتي. بص الرز كده اهو قرب ده يدخل في السوا. ماشي. هديله تقليبه بس، وما اخلص في الاخر خالص وانا بغرف هوريكم شكل الاكل عامل ازاي. اللي عايز سلطه بقى بيعمل سلطه، اللي عايز شيبسي بيطلع شيبسي، اللي عايز اسمه ايه نسيت خالص، ليليان مسحت لي مخي. كاتشب، اي حاجه بيحطها. تمام كده. لايك وشير يا جماعه.